اللي شايفينه قدامكم ده اكل واللي جواه ده دود. تخيل بقى ان الاكل ده احنا مشترينه ودافعين فيه حوالي 700 او 800 جنيه ولقينا فيه دود واكلناه. يعني انا لوحدي واكل لي حوالي 2 كيلو دود. تخيل بقى. المشكله مش هنا، المشكله ان انا عايز اعرف هل الدود ده مضر بالصحه؟ هل ممكن يعمل مشاكل في الجسم؟ والله انا اللي طمني لما اتفرجت على فيديوهات الجماعه الصينيين اكتشفت ان الموضوع عادي وان هم بياكلوا الدود وما بتحصل لهمش حاجه، فده اللي طمني شويه يعني. اما المشكله الكبيره بقى في الشخص اللي بيعلن الحاجات دي. الشخص ده ناس كتير حذرته وقالت له ان الاكل بتاعك فيه دود وما تبيعوش للناس، وان احنا اشترينا منك الاكل ولقينا جواه دود وبرضه مصمم ان هو يبيعه. تعالوا كده بقى اخدكم في الرحله المقرفه دي عشان اعرفكم الوساخه بتاعت البشر وصلت لحد فين، وعلشان لما تشتروا حاجه بعد كده لازم تفتشوا فيها وتعرفوها، علشان تعرفوا الحاجه اللي انتوا بتشتروها ايه واللي جواها ايه، وخصوصا الحاجات اللي بتشتروها اونلاين، وخصوصا برضه الحاجات اللي بتبقى مقفوله، لان انتوا بتشتروها مقفوله وما بتبقوش عارفين اللي جواها ايه. لان انا هوريكم في الفيديو ده شويه حاجات فيها حاجات اغرب من بعض. البدايه في بتاعه حلاوه قد كده، بتاعه حلاوه بيشتروها من السوبر ماركت اللي هي مش عارف فوليه وسمسميه والحاجات اللي زي دي. واحد صاحبي بيفتح الحلاوه لقى جواها صرصار ميت. ده اول بند. تاني بند الاندومي. بعد ما جبته الموبايل اللي معايا فيه عدسه اللي هي عدسه مكبره بتكبر الحاجات، فبكبر في الاندومي لان انا لما شميت ريحه الكيس انا ما باكلش الاندومي، ريحته يعني انا اسف في اللفظ الطفل الصغير لما يعمل حمام على نفسه، الريحه بقى بتاعت الحمام دي. خدني الفضول ان انا اشوف الاندومي ده يعني ايه، فرحت عامل الموبايل اللي معايا فيه عدسه مكبره، فبقيت اكبر اكبر اكبر، لقيت في الاندومي من جوه دود صغير بيمشي. طب سيبكم من ده كله، اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده هو بقى اللي غريب فعلا. ليه؟ مش عشان الدود اللي جواه، عشان الشخص اللي بيبيع الحاجات دي عارف ان الحاجات دي فيها دود وبرضه مصمم ان هو يبيعها. البدايه كانت مع صديقي ده قاعد في القاهره، فنازل اجازه البلد، فهو ونازل حب يجيب معاه شويه حاجات. من ضمن الحاجات دي حاجات اللي هي بيقولوا عليها مكسرات، اللي هي فستق وبندق ولوز وعين الجمل والحاجات دي. فهو بيقلب على الموبايل اكتشف ان في صفحه منزله عروض على الحاجات دي، والحاجات بتاعتها شكلها كويس ومنمق على الصفحه بتاعتهم. فدخل على الصفحه رسلهم على اساس ان هو يعرف سعر الحاجات دي، فادوا له الاسعار، نزلوا له مع الاسعار عروض، قالوا له ان احنا في عندنا عروض على الحاجات دي. فالمهم تواصل معاهم وبالفعل طلب منهم طلبات من كل نوع كميه قد كده، وبالفعل قالوا له هنبعت لك الكميه او انت تيجي تاخدها. قال لهم لا انا مش هقدر اجي اخدها علشان خاطر انا مسافر، فانا هسافر وبعد ما اسافر تبعتوا لي الحاجه على المكان اللي انا هسافر فيه. وبالفعل بعد ما جاء هنا تواصل معاهم تاني وبالفعل طلب الطلبات والحاجات جات له. جات الحاجات ومفيش اي مشكله خالص، طبعا الحاجات كويسه وشكلها كويس ومفيش اي مشكله. وطبعا هو كان حاسب الراجل والراجل مشي والموضوع انتهى. طلع الحاجات وابتدى ياكل فيها. كل من الحاجات يوم اتنين، رحت انا عنده زياره، طبعا انا بروح اقعد عنده مثلا بنسهر مع بعض كذا، فطلع لي وانا بقى ايه فضلت اكل وحط لي طبق قد كده. وانا طبعا يعني انا استغربت كمان، يعني هو مطلع لي طبق من الحاجات دي، الحاجات دي غاليه، فمطلع لي طبق قد كده لوحدي اكله. فقلت ده هيحصل له حاجه ولا ايه؟ فالمهم انا انتهزتها فرصه وقلت بدل ما يرجع في كلامه، فابتديت ايه بقى اكل بطمع. فضلت اكل في الحاجات دي اكل في الحاجات دي. بعد ما اكلت جه تاني يوم فبيقول لي تعالى انا عايز اوريك حاجه غريبه. فبقول له ايه؟ راح مطلع لي العلبه اللي جات له فيها الطلبات دي، فجابها لي فبيوريني بقى وبيفرجني. ايه يا حبيبي؟ بيفرجني الحاجات من جواها فيها دود، يعني اللي هو زي اسمه عين الجمل ده، يفتحها كده من جوه في النص متربي دود، البتاعه نفسها مربيه دود من جوه. الحاجات التانية برضو ما اعرفش، انا ما بعرفش اساميهم بصراحه لان انا ماليش فيها ماليش فيها الحاجات دي. فالمهم قاعد يفتح لي في الحاجات، الحاجات كلها من جوه معششه دود. فانا استغربت قلت طب يعني انت دلوقتي الحاجات دي جايبها من امتى؟ مثلا مخليها عندك مثلا قعدت عندك باظت؟ قال لي لا الحاجات دي انا جايبها من يومين بالظبط ساعه ما جيت. طب هل من يومين من ساعه ما جه، هل يومين الحاجات دي ممكن تبوظ عنده؟ اكيد لا طبعا. فالمهم قلت له وريني الحاجات دي، قعدنا نفصص فيها ونشوفها. قلت له طب انت لما تواصلت معاهم البدايه كان ايه؟ قال لي على صفحه. قلت له وريني الصفحه دي. دخلنا على الصفحه لقيت فعلا هو مراسلهم في البدايه على الصفحه. من الصفحه دخلت على الصفحه الرئيسيه بتاعتهم، دخلت بقى على التعليقات، لقيت اغلب التعليقات الغريب بقى ان انا لقيت اغلب التعليقات هم حاسفينها. فقلت الحكايه دي مش طبيعيه، ازاي صفحه زي دي والمفروض ان هي صفحه كبيره وعندهم منتجات بيبيعوها والمنتجات بتاعتهم يعني مسمعه وبيبيعوها بكميات زي كده، فازاي ما فيش تعليقات على الفيديوهات بتاعتهم؟ فخدني الفضول دخلت اشوف الاراء
الا على الصفحه اللي هي بتبقى التوصيه بتاعت الصفحه، التوصيات بتاعت الصفحه. دخلت على التوصيات وكانت المفاجاه، طبعا هم حاسفين كل التوصيات لان الناس اللي بتدخل تعلق على التوصيات جايه كلام زي الزفت فبيحذفوها. اللي هم بقى ما يعرفوش، البي بتاعهم اللي ماسك الصفحه ما يعرفش ان في توصيات بتبقى اجباري على الصفحه ما بتتمسحش، في نفس الوقت بتبقى مخفيه هو ما بيعرفش يحذفها. فالتوصيات المخفيه دي لما بيدخل حد تاني على الصفحه بيشوفها. فالمهم دخلت على الصفحه لقيت بقى التعليقات ايه الجميله اللي انا هوريها لكم كلها دلوقتي قدامكم على الشاشه. تعليقات زي الزفت، كلها تعليقات وتوصيات: احنا اشترينا منك الحاجه لقينا فيها دود، الحاجه بتاعتك فيها دود، اتق الله، حسبي الله ونعم الوكيل، احنا تواصلنا معاكم على الرقم اللي انتوا اديتوه لنا ما حدش بيرد علينا. الغريب بقى ايه ان انا قلت له طب نتواصل معاهم ونشوف، فتواصلنا معاهم على اساس ان احنا نقول لهم يا جماعه الحاجه بتاعتكم اللي اشتريناها منكم فيها دود، فيعني شوفوا لنا حل مثلا، يعني هترجعوا لنا الحاجه، هتبعتوا لنا فلوس، هتدونا تعويض، على اقل تقدير هتعتذر. الغريب بقى في الموضوع انه ما سالش خالص وفضل يماطل. وطبعا الرسائل كلها دي انا هوريها لكم دلوقتي قدامكم بالفيديوهات بتاعتها، بالاثباتات بتاع الكلام ده كله، بالمحادثات، بالفيديوهات اللي اتبعتت له. لان هو لما كلمه اول حاجه طبعا كلم الصفحه، فالصفحه اديته رقم، قالت له خد رقم الشكاوي، انا مش عارف ايه مجله، يعني مجله فيها رقم شكاوي. فالمهم اداله رقم الشكاوي، دخل تواصل معهم على الواتس بتوع الشكاوي: ابعت لي الصور. لا طب ابعت لي صور واضحه عشان الصور مش واضحه. فقال له يا باشا انا مش هبعت لك صور، انا هبعت لك الفيديوهات. وبعت له بالفعل الفيديوهات. لا معلش اصل الفيديوهات مش واضحه، اصل الفيديوهات مش عايزه تفتح. المهم مماطله وما تاخدش حق ولا باطل من الموضوع ده. اللي استشفيته بقى من القصه دي ايه؟ ان هم عارفين ان عندهم الحاجه بتاعتهم بايظه وفيها دود، او متعمدين ان هم يطلعوا الحاجه اللي بايظه عندهم ويبيعوها اونلاين، او هم عارفين ان الحاجه بتاعتهم من كتر التخزين باظت ورغم كده بيبيعوها للناس. لان ممكن يكون اللي بيشتري من عندهم مباشر مش اونلاين، اكيد برضو الحاجات بيلاقي فيها حاجات زي كده، يا اما هو مخلي الحاجات دي اونلاين بس. المهم في الموضوع ان انت لما تروح تشتري حاجه بعد كده تاخد بالك عشان الناس ما بقاش عندها ضمير. لان هو لو عنده ضمير يعني على اقل تقدير، احنا الحاجه اتاكلت يمكن نصها ويمكن اكتر من نصها كمان، بس على اقل تقدير يعني هو لو تواصل مثلا وقال والله احنا متاسفين هنرجع لكم الحاجه، يعني قال اي مبادره، احنا نفسنا ما كناش هنرضى ان احنا نرجع حاجه وناخد فلوس في حاجه احنا كلناها. ولكن على اقل تقدير احنا كنا منتظرين مثلا ان يبقى فيه اعتذار، يبقى فيه لباقه، يبقى فيه ادب، يبقى فيه احترام للناس اللي انت بتبيع لهم، للعملاء بتوعك. ولا انت شغال نصاب؟ المهم طبعا انا ماليش يعني في قصه، برضه انا حبيت اطلع اقول لكم الكلام ده علشان بس احذركم واعرفكم، علشان لما تشتروا الحاجات بعد كده، لان احنا بقينا في زمن الناس ما بقتش تعرف حاجه اسمها ربنا. يعني قصه ان خاف من ربنا وان ربنا مطلع عليك والكلام ده، الناس يعني الموضوع ده بالنسبه لها بقى ايه زي روحانيات كده. بقى الموضوع ده ايه موضوع في الصلاه بس، نروح نصلي ادينا فرض ربنا في الدنيا بقى نتعامل بجحد، نتعامل بفجر، نتعامل بنصب. فالمهم الهدف ان انت مش هتاخد معاهم حق ولا باطل، وهيتنصب عليك وهيضحك عليك، لان الناس زي ما قلنا ما بقاش عندها اي امانه. فانت تخلي بالك من الحاجه اللي انت بتشتريها، تفتح الحاجه تفتش فيها تشوفها تعاينها كويس قبل ما ابنك او ابنك الصغير، العلب اللي بتشتروها دي برضو بيبقى فيها حاجات بتبقى مقفله، الطفل بيفتح ويشرب على طول. المهم الحاجات دي كلها لازم تاخدوا بالكم منها. طبعا انا يعني عملت بلور على على اسم الصفحه، لان انا زي ما قلت لكم انا الهدف مش ان انا كان ممكن يعني اظهر اسمه وافضحه، ولكن يعني عفى الله عما سلف، احنا اللي حصل حصل. انا حبيت اطلع الفيديو ليكم واقول لكم عشان احذركم وانوهكم علشان تخلوا بالكم. وهو يعني مش هنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. وعامة برضه المقطع ده انا بعد ما ينزل هبعته له علشان بس يعرف ان هو اتفضح، وان هو قصته نزلت على الانترنت، وان هو لو ما احترمش نفسه واتقى الله في الحاجات اللي هو بيعملها دي والحاجات اللي بيبيعها للناس بالغش، المرة اللي جاية هنزل اسمه. ومش هنقول في الجشع بتاع التجار غير حسبي الله ونعم الوكيل، لان فعلا احنا البلاوي اللي حصل لنا دي كلها بسبب التجار وجشعهم وطمعهم. ما تنسوش تشاركوا الفيديو ده لان الفيديو ده فعلا مهم علشان نوعي غيرنا والناس تاخد بالها. تحياتي ليكم.